السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في القضية. ممكن احتجاز صحفية من بلطجية مرتضى داخل نادي الزمالك. ايه الخبر يا جماعة؟ الخبر ان في صحفية اسمها اسماء حسنين. الاول ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي في التعليقات وتدعم اخوك باللايك والشير، واذا كنت بتشوفنا لاول مرة لازم تشترك في القناة وتفعل جرس الكل عشان تشوف كل جديد. صحفية اسمها اسماء حسنين راحت نادي الزمالك عشان تتحقق من موضوع ان الشرطة دخلت النادي وطردت مرتضى ورشت الجماهير بالمية وقفلت النور على النادي. وعلى فكرة كلمة بلطجية دي هي اللي بتقول بلطجية رئيس نادي الزمالك، مش احنا اللي بنقول بلطجية. ده هي عاملة المحضر بالكلام دوت وقالت الكلام ده على صفحتها، تقريبا فيديوهاتها اونلاين. ففي بداية الفيديوهات فقالت ان في شرطة في شارع سفنكس، فده دليل على ان ممكن يكون الكلام ده صحيح. المهم دخلت جوه نادي الزمالك وقالت ان الكلام ده كله اشاعة ومفيش حاجة والنور في النادي ومفيش حاجة. فالظاهر بقى ان هم كانوا شافوا الجزء الاول من فيديوهاتها لما قالت ان في شرطه في شارع سفنكس، فيبقى الكلام اللي بيتقال على نادي الزمالك ده صحيح. فالظاهر على كلامها هي بتقول ان بلطجيه مرتضى حجزوني جوه، حجزوها بقى، مش عاجبهم الكلام اللي هي قالته لحد ما تدخل ناس معلش وبتاع وراحوا مخرجينها، وبعدين خرجت على اسم العجوزة عملت محضر بالكلام اللي حصل. السؤال هنا، هل ان الصحفية تتكلم اي كلام حتى لو اتكلمت كلام سب وقذف مع ان الكلام ده ما حصلش؟ هي قالت اللي شافته. الاول شافت شرطة دخلت النادي، قالت مفيش حاجة، كل الكلام قالته بكل مصداقية. لكن انا بتكلم لو هي سبت، حتى المفروض ان كنتوا تاخدوا حقكم بايديكم جوه النادي، خاصة كمان انها فتاة. هل الكلام ده يا جماعة الخير ينفع انك انت تاخد حقك من فتاة بايدك؟ السؤال التاني، امبارح طلع رئيس نادي الزمالك في الفيديو اللي انا نزلت جزء منه، اللي هو طلع بقى عشان يثبت ان هو الشرطة ما دخلتش النادي وهو بيخش وبيخرج زي ما هو عايز وي. طلع مع فريق الكرة الطايرة وقال لك انا اول ما عرفت انه عندهم مباراة بكرة جيت من السفر عشان اصرف لهم جزء من مستحقاتهم. السؤال هنا يا سيادة الوزير، بأني صفة الراجل ده بيصرف مستحقات اللاعبين ده؟ الراجل ده معزول، التوقيعات دي بتطلع بأوامر مين؟ وبأني صفة هو يدي الأوامر بصرف مستحقات للاعبين؟ ولا زالت قناة الزمالك بتعرض الفيديوهات بتاعته اللي بيطلع يسب فيها مسؤولين النادي الأهلي، حسن حمدي اللي اختلس مليارات على كلام رئيس نادي الزمالك، وبنت هناء حمزة أرجل منك يا عمرو يا فاروق. لحد دلوقتي السب والقذف بيتذاع على قناة نادي الزمالك. فين الحساب يا جماعة؟ وهنتني في الكلام ده لإمتى؟ وراجل طلع بيقول لك بقوة القانون القرار اتوقف. فين الحقيقة؟ وسيادة الوزير فين؟ ما بيطلعش يتكلم ليه؟ ما بيطلعش يتكلم يقول ان الراجل ده على حق والراجل ده لسه رئيس نادي الزمالك؟ لا اما يطلع يقول لك ده اتعزل، ولا سيادة الوزير مكسوف؟ نفسنا نفهم ايه اللي بيحصل. ودي نهاية الحلقة، وإذا عجبتك الحلقة يا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة وتدعم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.